المتابعين والمتابعات، أسعد الله مساءكم وسلاما من الله عليكم أينما كنتم في الوطن أو في كل العالم. قبل ما ندخل لكم في هذه التفاصيل المهمة أو في هذا الفيديو المهم جدا، لا تنسوا الصلاة على النبي، أيضا لا تنسوا الدعاء إلى الوطن الحبيب، اللهم احفظ اليمن والشعب اليمني، ولا تنسوا الانضمام إلى القناة وكتابة التعليقات والضغط على لايك. قدك بتشوف الفيديو لو سمحت اضغط لايك وانضم إلى القناة، كل شيء مجان ولا تخاف ولا أي حاجة، ما بنحسبش عليك أي شيء. خلونا نتابع ما حصل في هذا الفيديو أو نوضح تفاصيل هذا الفيديو. يعني تخيلوا انه هذا اخ واخوه، فهموا الكلام، اخ واخوه. واحد جاب اخوه من البلاد عشان يشتغل معه في البقالة. الولد يعني عادوا جاهل، يمكن سنه 15، يعني عادوا يعني مسكين، عادوا زي ما يقولوا من حق البلاد، مع انه هذه الايام حق البلاد قام احدق من حق المدينة. الولد كان ياكل له واحد بطاطيس، حبة منجا، حبة يعني يغذي نفسه، يدلع نفسه، فهمتم؟ اخوه جاء يشوف في يعني بعض الحاجات ناقصة، قام جلده جلد، يعني طبق فيه، تظنوا لا كان يتعلم عليها الجمباز يعني يصلى على النبي. هذا اخوك والله ان الكلاب هذا اللي تسمعوه صوتهن ما بيعملنش نفسك يا ايش، حتى الكلب والله انه احسن منك. في واحد بيعمل اخوه هكذا، يا اخي خاف الله، هذا بني ادم زيه زيك. وبعدين ايش حصل؟ يعني حبتين منجا ولا 2 بفك ولا مهما كان، هذا اخوك، هذا من دمك ولحمك. يعني لو كان واحد ثاني يعني كنت بقى تقتله؟ انت معك عقل، انت بني ادم. هذا يعني العنف هذا صعب جدا. لا انا ما اشتيش احط الفيديو يا جماعه، لانه الفيديو بيحذفوه، اليوتيوب بيحذفوا المقطع بشكل كامل، بيسبب مشكله للقناه، لانه هذا عنف شديد جدا. ولكن صعب ان انا اوصف لكم ما حصل. اهم شيء انه خلي جسمه كله طبع، تعلم فيه جمباز وكل انواع العنف. لكن نسأل من الجهات الحكومية ان هي تلقي القبض عليه وتطبق فيها اقصى العقوبات. هذا ما هوش بني ادم ولا يستحق انه هذا يكون حتى اخوه. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، وتحياتي لكم، سلام من الله عليكم. لا تنسوا الانضمام الى القناة.